من أغرب الأسئلة اللي وردتنا على الصفحة إن سائل يسأل وبيقول: أنا بتوضى كتير جدا وأنا في الحمام وبكون عاري تماما، ولما سألت واحد من الناس قال لي وضوءك باطل ويجب عليك إعادة الوضوء مرة تانية. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ تابعوا معانا بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كده، الوضوء هو فرض وشرط من شروط صحة الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني انتقض وضوءه، حتى يتوضأ. وفي حديث آخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والوضوء له مجموعة من الأركان لابد من توافرها. لو حضرتك اتوضيت من غير ما تعملها وضوءك باطل ويجب عليك الإعادة مرة تانية. الأركان دي بتبدأ بالنية على اختلاف فيها بين العلماء، معاك كمان غسل الوجه كله، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس كلها أو بعضها على اختلاف بين الفقهاء، ثم غسل القدمين إلى الكعبين، مع الترتيب بين الأعضاء والموالاة والفورية. كذلك الوضوء له مجموعة من السنن والمستحبات اللي هي الأفضل تعملها، زي غسل اليدين إلى الرسغين أولا، والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذن برضو، ده كل ده على خلاف بين العلماء، مع التسمية، مع أذكار ما بعد الوضوء، وكل ده موجود على الصفحة بالتفصيل. كذلك الوضوء لمجموعة من النواقض أو المبطلات التي تبطل الوضوء لو فعلتها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هو كل مبطل من مبطلات الوضوء مما يخرج من القبل أو الدبر اللي بيسميهم السبيلين. من الكلام ده كله نلاحظ إن مسألة إنك تتوضأ عريان أو مش عريان لا هي من الأركان ولا من الشروط ولا من المندوبات ولا المستحبات، بمعنى ان يجوز لحضرتك وحضرتك الوضوء عاريا بشرط البعد عن أعين الناس ولا يرى أحد العورة. وإن كان الأفضل والأحسن إنك تكون ساتر لعورتك، لحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك عن كل أحد إلا زوجتك وما ملكت يمينك. فقال الرجل: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقال الرجل: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا أي وحده يتعرى تماما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. يعني إنك تستر نفسك حتى لو كنت لوحدك، ده من باب الاستحباب فقط ومن باب الأفضلية. يبقى إذن يجوز لحضرتك إنك تتوضأ عاريا، لكن الأفضل ستر العورة. والسلام.